السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مهمتي خوتي العزاز، كنتمنىكم يا ربي تكونوا كلكم على خير. اليوم جبتكم واحد الكيكه بسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي معلكه بمكونات اقتصاديه. كنتمنى خوتي انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير لانها كتستحق التجربه. بالله كيف ما تشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نعملوا البسبوسه ديالنا. غنحتاجو هنايا واحد الكاس نتاع الكوك او جوز الهند. انا دائما كنعبر بالكاس ديال العنبه. هاد الكيسه اللي شفتوا معايا راهم هما عبار كاس ديال العنبه حيت هما صغارين، يعني غادي ندير كاس ديال العنبه ديال السميد او السميده الرقيقه اللي خاصه بالحرشه، نصف كاس ديال العنبه ديال الحليب مجفف، ربع كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات. انا ما غاديش نقوي هنايا في السكر، انتم تعرفوا علاش. بيضه ضروري تكون بحراره المطبخ. وبالنسبه للحليب والزيت انا درت نص كاس نتاع العنبه ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب، ملعقه صغيره ديال الفاني باش كنكهوها. تقدروا انكم تعملوا نتوما ساشيه، وملعقه صغيره ديال الخميره الحلويات. بسم الله. دابا غادي نبداو باش نديروا المرحله الاولى. غنوضعوا البيض، يعني غنوضعوا السوائل هما الاولين. غادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتها، وكذلك كنضيفوا سكر سنيده وكذلك الحليب مجفف كيعطيها واحد المذاق جد رائع اخوتي. ونحركوا هاد المكونات مع بعضياتها مزيان حتى كتجانس وهاد السكر سنيده كتذوب معنا. من بعد ما خلطنا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، دابا كنوضعوا الفاني، الخميره، يعني كنوضعوا النواشف في الكوك. بالنسبه للسميده انا غنبقى نديرها بشويه بشويه، ما غاديش ندير كلشي في خطره. عمركم عارفين على حسب النوعيه نتاع السميده، بعد المره كاينه شي سميده اللي كتشرب. وما نتوما تشوفوا معايا القوام اللي خصني نحصل عليه. نوضع هذا النص. انا كما قلت لكم استعملت كاس ديال العنبه. انا ان شاء الله باذن الله غادي نخلي لكم المقادير بالغرامات في صندوق الوصف. غنخلط مزيان هاد المكونات. هنا الخليط ديالي مازال جاري، يعني غادي نزيد هاد الكميه اللي مازال ليا. درت الكاس ديال العنبه كامل. عرفتي ما خصهاش تجيكم جاريه، خصها تجي هي هذيك، ما تجيش جاريه وما تجيش قاصحه. يعني كاس ديال العنبه هو عبارها. هانتو خصها تجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ها ماشي جاريه بزاف وماشي قاصحه. ها غادي نتركوا الخليط ديالنا جانبا. دابا غادي نجيو باش نحضروا ورقه ديال الفيلو. كما كتشوفوا معايا عندي ورقه ديال الفيلو. الزبده ضروري تكون الزبده نوازيل، كتخليوها فوق البوطه حتى كتزول منها ديك الحليب عاد كتستعملوها. وعندي هنايا هذا المول تاع الفران هذا، نتوما تقدروا انكم تستعملوا هذا الحجم او تستعملوا حجم اكبر، كيبقى لكم الاختيار. المهم دابا غادي نشوف باش تجيني مقاده. بسم الله. المهم غادي نقطعها شي بالمقص باش تجينا مقاده. دابا بعد ما قطعناه غادي نجيبو الزبده. راكم عارفين بان الورقه ديال الفيلو كتبغي الزبده. غادي ندهن مزيان المول ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. انا عندي هذا المول هذا اللي كيتحل، تقدروا انكم ديروا المول الاخر اللي كيتحل من هنايا. صافي غادي ندير الورقه على هذا الشكل هذا. بسم الله. وندهنوا الورقه الثانيه ونوضعوه هكا. وحنا دائما كما كتشوفوا معايا كنخرجوا لبرا. واخا كون خليت الورقه كامله ما قطعتهاش ما غاديش تجيني عبار، فهمتوا؟ غادي تجيني ناقصه من الجوانب. عليها قطعتها هكا وغادي ندير لها هذا الشكل هذا. ما كانت عندكم كبيره اللي كتكون يكون افضل، يعني تستعملوا غير الورقه، فهمتي؟ تقطعوها هكا على شكل دائري وتعبروا المول هكا. من طبيعه الحال كما قلت لكم دهنوا مزيان بالزبده. صافي غادي نستمروا، يعني تقريبا هنا غادي ندير واحد 6 ديال الورقات. وصافي كما كتشوفوا معايا ورقه التاليه كنوضعوها هكا في الوسط.
هنا باش غادي نقطع هاد الجوانب هادو، اما تجيبوا مقص وتقطعوا على هاد الشكل هذا باش تجينا مقاده. هانتو وحنا غاديين هانتوما شوفوا معايا، واما تجيبوا موس وتبداو تقطعوا، ولكن انا كنفضل المقص افضل. المهم كيف ما كتشوفوا معايا حنا قادينها شويه مزيان. صافي غادي نجيبوا البسبوسه غادي نسكبوها في الوسط، نقادو مزيان. بالنسبه للكريمه كتجي رائعه بزاف، غير واحد جوج ديال المكونين ولكن كتجي فيها طوب البنات، والله العلي العظيم صدقوني. غادي نحتاجوا ليها جوج ديال دانون ديال الفاني، غادي نوضعوهم بسم الله. استعملوا اي نوعيه نتوما بغيتو، ونص كاس ديال الحليب كذلك مجفف، نص كاس ديال الحليب ديال العنبه يعني ما يعادل واحد 50 غرام. صافي دابا كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. نتوما غادي تشوفوا ترجع معنا على شكل الكريمه، يعني كيتجانس هاد الحليب هذا مع الياغورت. صافي تخلطت معنا مزيان، كنجيبوا البسبوسه صافي وكنسكبوها من الفوق بسم الله على هذا الشكل هذا، وحنا كنقدم بطبيعه الحال. هانتوما شوف معايا كنوضعوا في الوسط. بالنسبه للطبقه الاخيره اللي غادي نوضع، هو انني جبت الكنافه لبستها مزيان مع الزبده وضعتها في واحد المقلب. ضروري تحركوا باستمرار حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا، على هذا اللون الذهبي عندك، وتخليوها تحمر معكم بزاف لان مازال ندخلها للفران فقط تحصلوا على هذا اللون. كتكون يعني نص محمره والنص مازال عندها شي شعيرات شويه بويض، صراحه كتجي رائعه بزاف. دابا غادي نوضع واحد القليل فوق كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا فوق الكريمه ديالنا. الان بعد ما وزعنا الكنافه على هذا الشكل هذا، صافي دابا غادي ندخلوها للفران على درجه حراره 180. غنشعلوا عليها فقط من التحت، يعني غادي طيب غير من التحت ومن بعد غتحمر كامله، لان الكنافه كما قلت لكم كما تشوفوا معايا راه محمره واحد شويه. وهانتوما معايا خليكم معايا باش تشوفوا المكون اللي غادي نزيدها اللي غيعطيها واحد التعليكه. شنو نقول لكم اخوتي، المهم كنتمنى تجربوها وديك الساعه تردوا عليا. هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجناها من الفران. كما كتشوفوا معايا حيت شلت عليها غير من التحت، هي تحمرت معنا من جميع الجوانب، والورقه ديال الفيروته هي كما كتشوفوا اللون ديالها الذهبي. بالنسبه للكنافه يعني حصلنا على اللون اللي بغينا، يعني ما تحرقت معنا ما حتى شي حاجه، علاش قلت لكم ما تحمروهاش بزاف. دابا غادي نزيد هذاك المكون اللي قلت لكم عليه قبيله، غادي نحيدو شويه من القطر اللي جا فيها واحد التعليكه رائعه. والطريقه باش كتعرفوا بانها طابت، هو اول حاجه كيضعف الحجم ديالها، كتجيبوا شي موس ولا شي عود ولا شي حاجه كتوضعوا واحد التقبه في الوسط صافي كتطلعوا. الا خرج لكم نقي عرفوا بانها راه طايبه من الداخل. صافي دابا غادي نزيد هذا المكون اللي قلت لكم عليها، غنزيد عليهم حليب نسلي مركز، غنوضع واحد القليل من الفوق كيعطيها كما قلت لكم واحد التعليكه رائعه بزاف. وتقدروا كذلك انكم توضعوا واحد الثقوب باش تدخل النار دغيا هكا على هذا الشكل هذا. ونوضعوا وكتبقى على حسب الحلاوه كل واحد، تقدروا انكم توضعوا غير الخليط وتوضعوا مثلا انا غادي نوضع غير نص الكميه. هانتوما شوف انا صافي غادي نكتفي غير بالنصف، وانتم كيف ما قلت لكم الا كتبغيو الحلاوه اكثر استعملوا اكثر. دابا غادي نخليوها تبرد واحد المده نتاع 5 سوايع 4 سوايع، كل ما بردات كل ما كنحصلوا على واحد النتيجه زوينه. وتبارك الله كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البسبوسه كيكه بقلاوه اللي كتجي اكثر من رائعه، شي حاجه اللي طوب اخوتي. وتبارك الله شوفوا القرمشه كيفاش كتجي مقرمشه، واخا تخليوها في الثلاجه واحد المده تاع 3 ايام 4 ايام كتبقى القرمشه هي. وشوفوا تبارك الله يعني الكنافه واخا درنا لها الحليب النسلي كتبقى يعني هاد الطبقه الفوقانيه كنحصلوا على واحد القرمشه من برا وكذلك واحد القرمشه من الداخل. شوف تبارك الله، ها انتم سمعوا معايا هذا الصوت كيسالي معايا شو تبارك الله.
ها نتوما شوفوا الشكل ديالها من الداخل اللي كتجي صراحه اكثر من رائعه. ها نتوما شوفوا معايا كيفاش جايه معلكه تبارك الله ما شاء الله. ها وهذيك الكريمه كتعطي واحد القوام جد رائع. ها نتوما شوفوا تبارك الله. ها شوفوا التعليكه. ها كتجي معلكه غزاله. كنتمنى خوتي انكم تجربوها لانها كتجي رائعه بزاف. كتجي معلكه، انا متاكده الا جربتوها غتبقاو تعتمدوا عليها دائما. المهم كنتمنى خوتي فيديو اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو مع وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير ومع السلامه.